تظن أنك إذا أخرت الصلاة عن وقتها ثم صليتها تبرأ ذمتك بهذا؟ من أخرجها عن وقتها بلا عذر فهي مردودة عليه ولو صلى 1000 مرة. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة من حافظ عليها كانت له نجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نجاة ولا برهان ولا نور يوم القيامة. وحشر مع فرعون وهامان وأبي بن خلف، فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. خروج الصلاة عن وقتها إذا كان لعمد من غير عذر تاركها يعني مؤخرها يعتبر كافرا. أما إذا كان لعذر مثل النوم أو النسيان فيقوم ويقضيها، ولا ينبغي أن تكون عادته وديدنه. وأما إخراجها عن وقتها من غير عذر فهذا تضييع لها والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة أو نام عنها يعني غلبه النوم عنها فليصليها إذا ذكرها، يصليها إذا استيقظ أو إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولم يذكر من أخرها تعمدا. إن هذه الصلاة عباد الله هي فرج من الله سبحانه وتعالى، قرة عين لك، قرة عين المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا شأن المؤمن، إذا دخلها استراح، تكشفت وتقشعت عنه الشدائد والهموم، وأقبل على صلاته وانشرح صدره. له النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، وصية الأولى، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وصية الثانية، واجمع الإياس مما في أيدي الناس، وصية الثانية. الوصية الأولى النبي عليه الصلاة والسلام لا يوصي فقط أبا أيوب، لا، هذا لنا جميعا. الصلاة فإن صلحت نجوت، وإن لم تصلح خبت وخسرت. وثبت بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. هذه الفرائض الخمس العظيمة من حفظها وحافظ عليها كانت له نجاة وبرهانا يوم القيامة، وكان معه عهد من الله أن يدخله الجنة. ومن الذي لا يريد دخول الجنة؟